يضربك وعايز بس تبعده عنك، لان احنا عندنا في المنهج بتاعنا ان انا اخرج وابعد الشخص ده عني، اخرج واعمل عليه اخضاع وسيطره، اخرج واضربه ضربات مؤلمه، ودي في المشاكل العاديه. اخرج اكثر واموت دي لو انا بتعامل مع مجرم. فازاي دلوقتي ان انا لما اخرج ابعد الشخص ده عشان لو عايز اتعامل مع شخص تاني، حد داخل يضربني وممكن يكون حد تاني جاي معاه، فازاي ابعد الشخص ده عني بحركه بسيطه. هو داخل يضرب بانش، فانا هنا هو هنا، وابتدي اتعامل مع حد تاني. انا هنا وان جيت هنا اثبت بدي واشيل دي. انا هنا وابتدي لو في حد اعرف اتعامل معاه. نمشي بالكاميرا معايا. 1 2 3. انا في حد اعرف اتعامل معاه هنا، اتحرك اعمل اللي انا عايز اعمله. مهم قوي الحركه بتاعت الفوت ورك بتاعتك. رقم 1 انك تخرج صح. 2 تشتغل في فكره البرجل. انا هنا 1 اديني خرجت، حطيت سن البرجل. اعمل ده بالقلم الرصاص ده، شيل الكلام ده، وانت بتشيل الكلام ده خده معاك. طبعا انا ممكن اخده اكتر من كده وابعده عني مسافه ابعد من كده بكتير، بس انا بحافظ عليه دلوقتي عشان احنا هنا في تمرين. لكن ممكن تاخد الشخص ده تبعده كتير جدا، تاذيه، ترميه على حد تاني، ماشي؟ لكن احنا هنحافظ على بعض في التمرين. بس ازاي تعرف تعمل اختلاف توازن؟ اربط ايديك بوسطك. 1 2 حطيت ايدك كده، ما تروحش وبعدين تشده، وما تشدش عليك وانت واقف هنا، وانت رايح وسطك اهو بيتحرك. دول اهو لسه، بص ايدي فين؟ عند منطقه وسطي. فمهم قوي انك تحافظ عليه وتحافظ على ايدك عند وسطك. اوكي؟ على هنا 1 2 ممكن ارميه بعيد واطلع منه. اوكي؟ 1 2. ولو عايز اكمل طبعا اكمل عليه مستريح، مفيش اي مشكله. ماشي؟ سواء بقى هتصد بظهر ايدك سواء ببطن ايدك، لكن طبعا الاسرع عشان ايدك ما تقعدش تغير هو ظهر الايد. ليه؟ انا هعمل كده وابتدي اروح اعمل كده وابتدي اجيب دي هنا. ظهر الايد هو هنا وقلب هنا على طول، وده راح في مكانه. لكن ممكن احط ايدي الاثنين اللي هو 1 2 3 4 5 لو انا عايز اكمل معاه او اكمل مع حد تاني. اتفقنا؟ اوكي؟ هنشتغل دي مع بعض. ماشي؟